حكومه سخط عليها الشعب بهذا القانون اللي دواء يرعف. واش ما عايشينش معانا؟ السلام عليكم اخواني، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. كل شي شاف المظاهرات اللي خرجوا ديالنا ديال المواطن المغربي باش كيطالب بالحقوق ديالو اللي هي ابسط الحقوق، من ضمنها الصحه والتعليم والسكن، اللي كيهجروا الناس من المنازل ديالهم ويدخلوهم على الربا، رغم ان الامكانيات ما كايناش عند المواطن المغربي. وفي ظل هذا الشيء اللي كنشوفوا اللي كنتمنوا انه يكون فيه اصلاح، لاحظنا بان السلطات الامنيه التدخلات ديالها كلها كانت ضد المواطن، ضد انه يطالب بالحقوق ديالو. فينا هي الديمقراطيه؟ يعني يقولوا لنا بصريح العباره اننا نعيش تحت حكم ديكتاتوري، ما كاينش شي حاجه سميتها الديمقراطيه. نتوما كتنشئوا ملاعب بملايير الدراهم او ملايير الدولارات وما قدرتوش تبنيو لنا مستشفيات للمواطنين، ما قدرتوش انكم تصلحوا من النظام التعليمي، ما قدرتوش انكم تصلحوا من الفساد. نتوما حاليا كتقيموا مراحيض كتقام كل مرحاض تقريبا بشي 2 المليار. واش ديك 2 المليار اللي غدير لي بها مرحاض انا في الشارع؟ علاش ما ديرش لي بها الصحه؟ علاش ما تصلحش لي بها المستشفيات وتصلح لي بها النظام التعليمي وترجعوا كي كان في عهد سيدنا الحسن الثاني الله يرحمه؟ علاش حنا نبقاو عايشين في التدهور؟ الناس خرجت تطالب بالمطالب ديالها اللي هي حقوقيه وانتم بديتوا عليهم بالعصا. فين هي الديمقراطيه؟ ولا حنا بلد مسير محكومين من الخارج ماشي من الداخل؟ وراه هذه هي صراحه هذا الشيء اللي ولا كيبان لينا. حنا ولينا كقطيع غنم، لسنا مواطنين، ما بقينا كنعنيو لا للحكومه لا للسلطات العليا اي شيء، حتى شي حاجه، مجرد قطيع. شي دوله استمرت بعصيان المطالب ديال الشعب ديالها، دائما ما يكون هناك انقلاب، دائما ما يكون هناك فتن، دائما ما يكون هناك ثورات، لان ما يمكنش لك تحكم شي واحد صحه. لا، احنا بغينا غير العيش الكريم، ما كنطالبوا بحتى شي حاجه. راه الشعب المغربي شعب واعي، راه هناك طبقه واعيه ومثقفه اخوان، راه ماشي تخلطونا كاملين. الا نتوما نفيتوا شي ناس كيعيشوا في المغرب نفيتوهم قرويان مثل الحوز، رغم ان التضامن مع الحوز ما فيش الدوله، فيه الشعب وفيه ناس من برا تضامنوا وجمعوا واحد القدر مالي وما عرفناش داك المال فين مشى، وما شفنا لا اصلاحات لا حتى شي حاجه. شفنا ناس متشردين دايرين خيام، ومن بعد هذا الشيء كامل جا موراها عاوتاني فيضان وراه داز عليهم، وراه باقيين. يجي يخرج السي اخنوش يقول لك سولوا الحوز راه مزيان. فينا هو هذا الحوز مزيان؟ وراه فقدنا فيكم الثقه وفقدنا فيكم المصداقيه وما بقيناش كنامنوا بكم، ما بقات تربطنا معكم وثيقه وحده واخا هي لا كارت ناسيونال حيت تحتاجوها منا نتوما فاش كتبغيوها، اما حنا ما بقيناش كنعترفوا بكم. والله العظيم وتحلوا الحدود لا بقى معكم شي مغربي. تخيل المغرب غتبقاو انتوما رؤوس الماليه والطغاة والشفاره واللي ما كيخافوش الله، غتبقاو انتوما حكموا بعضياتكم. حلوا علينا نمشيو بحالنا، ما بقيناش كنحملوكم، ما بقيناش عندنا مصداقيه فيكم، ما بقيتو كتسواو عندنا حتى شي حاجه. والانتخابات الجايه عارفينكم موجدين ليها، ونشجعوا اللي بغيتو وديروا اللي بغيتو، حكموا كما بغيتو. حنا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى ماشي منكم، نتوما عباد، وغنتحاسبوا معكم يوم القيامه ونوفقوا لكم في الصراط المستقيم. الا كنتو ناسيين شي حاجه سميتها الموت وسميتها الحساب، غنوقفوا عليكم باذن الله. شوفوا هذا البغض وهذا المنكر، ماشي منكر هذا الشيء اللي درتو في هذا الشعب، هذا التكرفيس وهذا العصا اللي كتعطيو الناس وهو خارج يطالب بالمطالب ديالو كيدوي معاك بكل شفافيه. علاش استعملتوا معهم العنف؟ علاش؟ واش نقول لك؟ حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم يحكم شعبه بالقوه ويستضعفه. حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، ويوم القيامة نوقفوا ليه الصراط المستقيم ونحاسب كل من ظلمنا إن شاء الله. ونتمنى من الله ما نكونش طولت عليكم، وأعانكم الله يا إخوان.